رؤيا كوهستاني سيدة أعمال إيرانية منذ 16 عاما تدير شركة تجارية في طهران. لا تبدو المرأة مقيدة هنا في نشاطها الاقتصادي، فهي قادرة على مشاركة الرجل في صنع القرار وفي عملية الإنتاج. أعتقد أن دور المرأة الإيرانية متساو مع دور الرجال، ونظرا لتجربة ناجحة أشجع النساء على دخول مختلف قطاعات العمل، ولا أذكر أنني تعرضت إلى عوائق حقيقية تمنعني عن العمل. لكن الصورة ليست وردية بالكامل. شكوفة مصممة جرافيك تخرجت من جامعتها لم ترد أن تكون جزءا من النساء العاطلات عن العمل. تصل نسبتهن في إيران إلى 43%، لكنها تواجه اليوم سياسة قانون جديد لحذف النساء من العمل في المقاهي. واجهت صعوبات في العمل مع الشركات، وبسبب احتياجاتي المادية قررت العمل في المقهى. تمكنت بصعوبة كبيرة من إقناع عائلتي بذلك، فنحن مجتمع لا يتقبل هكذا عمل للنساء بسهولة. تقبل المجتمع الإيراني أن تكون المرأة فيه سائقة للحافلات، فهنا أجرها أقل من أصحاب المهنة الأصليين، بيد أنها تبدو في قطاعات أخرى أكثر استقطابا. هنا هي الفنية، وهنا الطبيبة المسؤولة المساهمة في تقدم المجتمع. لكن المشكلة الأكبر تظهر في السلم الوظيفي بالقطاع الحكومي. غالبا ما يكون الرجل في قمة الهرم والمرأة في أسفله. تحاول حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني كسر القاعدة. النساء الإيرانيات عانين في فترات سابقة من مشاكل وسياسة الكيل بمكيالين مقابل الرجال، لكن الحكومة الجديدة تعمل على منحهن فرصة أكبر ومعالجة القيود التي يتعرضن لها معالجة ثقافية. في إيران البلد المحافظ تبدو المرأة أكثر انفتاحا اقتصاديا إذا ما قورنت بجاراتها في المنطقة، لكن تبقى العوامل الاجتماعية الأكثر تأثيرا على عملها. على الرغم من وجود صقور محافظين يضيرهم تقدم المرأة في المجتمع بالموازاة مع الرجال، لكن المرأة الإيرانية التي تشكل نصف المجتمع أثبتت أن تهميشها سيعني تهميش نصف عملية البناء والتطوير. عمر هواش، RT، طهران.